نادية الجندي في عيد ميلادها 7/6. صاحبة مسيرة حافلة منذ مشاركتها في جميلة وميرامار، وتعتبر نادية الجندي من مواليد 1946، وبدأت مشوارها الفني بفيلم الجميلة، وكانت نشأتها في عائلة من الطبقة المتوسطة لأب يعمل في المقاولات، وتلقت تعليمها الأول في مدرسة النبوية موسى، وفي السنة الأخيرة من التوجيهية شاركت في مسابقة ملكة جمال الإسكندرية سنة 1985، كما نالت كأس المناطق المصرية في التمثيل، ثم اتجهت لتمثيل العديد من الأدوار الصغيرة، وعملت خلالها في السينما اللبنانية، وكان آخر أعمال لها في لبنان فيلم عالم الشهرة عام 1971، ولها فيلمين في قائمة أفضل أعمال السينما المصرية، ويرصد الوطن في السطور التالية أحداث الفيلم.